عليك واحدة بخمسة. 5 ليه يا ابني؟ انا مش طالب. امال انت ايه؟ انا مش طالب. اقول له ايه يعني؟ ما اقول له هو مش طالب عادي ولا ايه؟ قول له. هو احنا مش طلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده بصور لكم مكان من اكتر المكان اللي كنت بتمنى ان هو يتفتح زمان. ماشي، متحف كفر الشيخ. متحف كفر الشيخ ده يعني كان المفروض يتفتح من ايام حسني مبارك، وللاسف كان عاملها قاعة افراح عشان خاطر يعرف يسلك الدنيا. حاليا اتفتح. فاحنا دلوقتي معاكم في كفر الشيخ، في المتحف بتاع كفر الشيخ. هنصور لكم كل حاجه وكل حته فيه. بس يا ريت قبل ما نبدا يا جماعه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، عشان في فيديوهات جايه كتير جدا، وفي مسابقه هعملها في الفيديو الجاي علشان خاطر بابجي. والتذكره ب 10 جنيه، ولو انت طالب ب 5 جنيه. يعني يا بلاش. والتصوير على فكره، التصوير كمان مسامحين ان انت تصور عادي، بس تكون بكاميرا موبايل وما تكونش بفوتو. يلا خش المتحف. اقول لك خش اهو. السلام عليكم. سيب الحاجة هنا صح؟ دلوقتي يا جماعة احنا بعد ما عدينا، ده الفيو بتاع المتحف. ده طريق عشان تخش للمتحف. كنا بنعدي من الأمن. الناس هنا محترمة جدا، بيتكلموا معاك بأسلوب كويس، بيحسسوك ان انت داخل بيتك مش داخل في حتة تانية. هم دول بس موجودين جوه؟ هم دول اللي موجودين جوه. ده شكل المتحف. هو احنا خدنا التذاكر تاني ليه؟ تحطها جوه على البوابة. والله. وهنعدي نفس الموضوع. الجماعة دول هتخش تحط الحاجة تعدي تاخد الموبايل، مش تحط الموبايل وتاخده وتعدي. ليه يا عم؟ متحف كفر الشيخ. عايز اقول يا جدعان ربع الاثار ده اساسا من الصحراء او الكليه. بصوا يا جماعة، ده دخلة المتحف. بص، ده الفيو بتاع المتحف صح عالمي. هنعدي تاني تأمين ونجي لكم تاني.
طيب يا جماعه احنا جينا النهارده ندخل نصور. انا في اول الفيديو كنت بقول ان التصوير ببلاش وكل حاجه ببلاش. اكتشفنا ان اول ما جينا بسبب موضوع سلمى الشيمي قال لك التصوير بفلوس. قلنا مفيش مشكله، طب ندفع؟ قال لك لا، عشان تدفع لازم تروح القاهره تجيب اذن ان انت هتصور، لان دلوقتي ممنوع اي حد يخش في مكان اثري. هو هيعمل ايه غير لما يروح يدي اذن بالظبط هيعمل ايه بسبب موضوع سلمى الشيمي. فقدرنا نقعد مع المدير وقدرنا ان احنا نتواصل. انا اعمل لكم شويه صور واعملها على نظام فيديو لحد ما ان شاء الله اجيب لكم التصريح، وهاجي مخصوص اصور لكم فيديو تاني ونشوفكم على خير. متعة والله يا اصحابي، انا بشكرك على الفسحه الحلوه دي.